أيمن رضا كتير وسخ وكتير تافه وما حدا بيحبه، حشاش وسخ، شطافة بناية ما بيوفرها. عرفتي كيف روحي؟ ارخي حالك روح شفايفك حبيبي. اعطيني شفايف تانية. ارخي حالك روح خليك. يا ويلي يا ويلي. مريومة حبيبي قلبي العميل. ايوه حبيبي يا عمري راح امشي لساني على كل جسمك. حبيبي احنا عالمنا عالم واكل عشاكي، هذا عالمنا عالم حشاش وسخ، شطافة بناية ما بيوفرها. عرفتي كيف روحي؟ فأنا بالنسبة لي مزح معي مزحة غليظة بمسلسل هوا بحري. لما مزح معي أنا دفشني على المي قدام هاني الروماني الله يرحمه. أيمن زيدان قال له تفشوا لأبو محمد، فرقدت وراه أنا بدي أوسه، رقدت على السيارة جبت سلاح ورقدت وراه بدي أوسه، مو كندرتي صار كلها مليانة مي، ما تقدر الحقه أنا. ضل يومين هربان ما يجي على التصوير، وفعلا كنت بدي أوسه يعني. أخته عرفت أحسن عراقي طلع ولسه بيطلع. أوكي، وهو بيعرف. استغل الفرصة يمان نجار واتصل فيه وعمل فيه مقلب. معك الملازم الاول وسكن في العالم الجوي حبيبي. قام صار يخبص، اجى بس صار بده يبوس ايدي بده يبوس رجلي، جايبه وابني نور وجاي قال لي بابا عمو ابو همام بدي يعتذر منك، هو غلط بحقك، هو كذا كذا. قلت له واحد واطي هاد، قلت له انت واطي ايمن رضا؟ قال لي حقك على راسي، مستعد اعتذر. رحنا عدنا مطعم المنشيه وقال انا بعتذر، وانا ما يعني اعتذاره ما قبلته لانه تافه مثله. اوسخ شعب وامن وكل صفات موجوده بالشعب العراقي. الشعب العراقي اذا كان مثلا اخوات اثنين متجوزين، اوكي، واحد منهم متجوز، راح مشوار اخوه بيحاول لاخوه. كنت ساكن ببناية لايف أمريكان على طريق مطار لبنان. ضليت 16 سنة ساكن بالروف فوق بالملحق. كنت عايش ملك. كان معي 160 بنت عارضات أزياء وثلاثة نسوان إداريات. يعني كنت هارون الرشيد بوقتها أنا. اللبنانيات واللبنانيين نسبة السحاق عندهم كتير عالية، ونسبة الطنطات بلبنان نسبة كتير عالية، كتير عالية. هي مشكلة هذا الشعب. عرفتي كيف؟ هلا شيء عم بيتجوزوا بعضهم الشباب. اي حبيبي انا ما بدي احكي عن حدا، الله يخليك، لا فلان ولا علان، انا بحكي عنك وعني وبس. روحي انت.